وإن شاء الله سأقدم لكم طريقة عمل بيتزا رائعة مثل المطاعم الكبرى وبدون فرن. أترككم مع المقادير المكتوبة. بالنسبة للمقادير سنحتاج إلى 300 غرام من الدقيق، بيضة واحدة، القليل من الملح، القليل من السكر الخشن، والقليل من الخميرة الفورية، القليل من الزعتر، ملعقة كبيرة من الحليب المجفف أو الحليب البودر، بيضة، ثم الماء الدافئ لجمع العجين. لرؤية هذه المقادير ستجدونها مكتوبة أسفل الفيديو، وكذلك في موقعنا الإلكتروني www.wasfanet.net. أول شيء نضع الدقيق، ممكن الاستعانة بالعجانة. بسم الله. ثم نضع الملح ونخلط الدقيق مع الملح بهذه الطريقة. وهنا لدينا السكر والخميرة الفورية أو الخميرة المعجونة، سنضيفهم مع بعض. الآن سنجوف وسط الدقيق، نضع البيضة. بسم الله. بعد إضافة البيضة نبدأ بالعجن، عجن هذه العناصر. نضيف الحليب المجفف، نضيف الخميرة المعجونة مع السكر سنيدة أو السكر الخشن. بسم الله. ونضيف القليل من الماء وندمج العناصر. كذلك نضيف الزعتر، بسم الله، المفروم. في البيتزا ضروري من استعمال الزعتر، بيعطينا نكهة جد رائعة. نستمر بإضافة الماء إلى أن تتكون لدينا عجينة. هنا بعد ما أصبحت لدينا العجينة جاهزة، نضيف زيت الزيتون. بسم الله. دائما في البيتزا نضيف زيت الزيتون كآخر مرحلة بعد جمع العجينة. نعجن العجين مع الزيت. ثم الآن بعد عجن العجين نتركه ليرتاح لمدة نصف ساعة على الأقل. كل ما تركنا عجينة البيتزا ترتاح لمدة أكثر كلما كانت النتيجة أحسن. هنا بعدما ارتاحت العجين، بسم الله، سأريكم الطريقة. إذا بمساعدة الزيت، زيت المائدة، نقسم العجين إلى 4، أضعها في المجمد، وعند الحاجة أستخرجها وأستعمل الحشو فقط، توفر علي الكثير من الوقت والمجهود. إذا كما ترون هنا قسمنا العجين ل4 أقسام. نضع مقلاة فوق النار ونمر لبسط العجين. بسم الله. مثل طريقة البطبوط أو الشيار، نبسطه على شكل دائرة. هنا بسطنا العجين، الآن نضعه في المقلاة. نرش المقلاة بالزيت. بسم الله. ونضع العجين، بسم الله، بهذه الطريقة، ونثقبه بالفرشاة. أتمنى أن تجربوا هذه البيتزا لأن مذاقها يكون رائع جدا. إذا الآن نقلب العجين. بسم الله. ممكن أيضا وضع عمل الدقيق في مكان الزيت، ويكون أحسن. من الأفضل استعمال الدقيق بدل الزيت، ولكن أنا هنا استعملت الزيت. إذا كما نرى هنا أصبحت الآن ناضجة. نبسط كرية أخرى بنفس طريقة الأولى.
إذا الآن نرى أصبحت الآن جاهزة. نمر لوضع واحدة أخرى. بسم الله. نثقبها بالفرشاة لكي لا تنتفخ. إذن الآن نقلبها. سأريكم الأولى كما ترى النتيجة، وكذلك مذاقها جد رائع. إذن كما ترون أصبحت ناضجة وجاهزة. بنفس الطريقة نكمل الكريات الباقية. إذا متابعينا الكرام، الحشو يبقى اختياري. أنا هنا سأستعمل هذا الحشو أو هذه المقادير. بالنسبة لي هذا صوص الطماطم. لرؤية طريقة عمل صوص الطماطم ستجدون الرابط أسفل الفيديو بطريقة جد سهلة وغير متعبة. سنحتاج إلى زيتون. أنا هنا استعملت زيتون منزلي. سنحتاج إلى الثوم، البصل مطهو قليلا مع الزيت، القليل من الملح، ثم القليل من الإبزار أو الفلفل الأسود، والفلفل الأحمر والأصفر والأخضر بنفس الطريقة مطهو مع القليل من الزيت والملح والفلفل الأسود. وهنا لدينا الجبن والموزاريلا. إذا نمر الآن للطريقة. أول شيء نضع صلصة الطماطم. بسم الله. بعد ذلك نضيف البصل. بسم الله. بعد ذلك الفلفل الأحمر والأصفر. إذن بعد وضع الفلفل نضع الآن التونة. أخيرا نضع الزيتون. الآن نضع الجبن المفروم والموزاريلا. الآن ندخلها للفرن، أو ممكن وضعها في المقلاة وتغطية المقلاة لذوبان الجبن بالحرارة. إذا متتبعينا الكرام، ها هي النتيجة النهائية كما ترى. أتمنى أن تنال إعجابكم. الآن سنقص قطعة. بسم الله. كما ترى ها هي النتيجة رائعة جدا. أتمنى أن تجربوها وأن تنال إعجابكم. لا تنسوا الاشتراك في القناة للتوصل بالجديد. إلى وصفة أخرى إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.